بتحس بإرهاق طول اليوم، أعصابك بتتعب بسرعة، أو حتى شعرك بيقع من أقل حاجة. صدقني ممكن يكون السبب فيتامين واحد بس ناقص في جسمك. تابع الفيديو للآخر لأنك هتعرف النهاردة إيه هو الفيتامين ده وإزاي تعرف لو جسمك محتاجه وأفضل طرق لتعويضه. فيتامين بي مش نوع واحد، دي عيلة كاملة اسمها مجموعة فيتامين بي المركب. المجموعة دي مسؤولة عن الطاقة والأعصاب وصحة الجلد والشعر وحتى المزاج. النهاردة هنتكلم عن كل نوع بإيجاز وأهميته لجسمك. مجموعة فيتامين بي فيها 8 أنواع: B1 B2 B3 B5 وB6 B7 وB9 وB12. كل واحد له دور محدد. زي B1 و B2 بيساعدوا في إنتاج الطاقة. B3 مهم لصحة الجلد والهضم. B6 و B12 أساسيين للأعصاب وصناعة كريات الدم الحمراء. B9 اللي هو الفوليك أسيد مهم جدا للحمل وصحة الجنين. B7 اللي هو البيوتين بيقوي الشعر والأظافر. أعراض نقص فيتامين بي: إرهاق مستمر وضعف عام، تنميل في الأطراف أو وخز في الإيدين والرجلين، تقصف الشعر وضعف الأظافر، تقلبات مزاجية واكتئاب، ومشاكل في التركيز والذاكرة. لو عندك الأعراض دي لازم تهتم بفحص نسبة فيتامين بي في جسمك. مصادر فيتامين بي: من الأكل، اللحوم والكبدة، البيض ومنتجات الألبان، الحبوب الكاملة والبقوليات، المكسرات والبذور، الخضار الورقي زي السبانخ والبروكلي. من المكملات، لو عندك نقص شديد الطبيب ممكن يوصف لك مكملات فيتامين بي أو حقن فيتامين بي 12. ما تاخدش أي مكمل من نفسك، لازم استشارة الطبيب. وعشان تحافظ على مستويات فيتامين بي في جسمك لازم تتناول غذاء متوازن يوميا. قلل السكر والوجبات السريعة لأنها بتضعف امتصاص الفيتامينات. ولو نباتي انتبه أكثر لفيتامين بي 12 لأنه غالبا ناقص في الأنظمة النباتية. دلوقتي عرفت قد إيه فيتامين بي مهم لجسمك وصحتك النفسية والجسدية. شاركني في الكومنتات، هل فكرت قبل كده تعمل تحليل فيتامين بي؟ ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك كل المعلومات الصحية اللي هتفيدك.